عندك حفله بو ام ولا باك لازم ديري هاد لي ميني غولي اللي راهم توندونس وحاجه بزاف شابه وبريزونطابل وما تشوفيهمش حاجه كبيره بزاف ساهلين كي تخدميهم. ونأكد لك باللي بنان وكامل راح يسقسوك وين كومونديتيهم. بديت بربع حبات بيض يكونوا كبار، فصلت الصفار عن البياض، وفي الصفار حطيت مغرفه سكر، خلطت زيت لافاني، زدت عليها 4 مغارف زيت و4 مغارف حليب، خلط كلش مليح وجبت فرينه ماما تي 45 الممتازه الخفه والنتيجه الرائعه في حلوياتي غير بها. حطيت منها 2 مغارف كبار ومغرفه كبيره مايزينا، خلط كلش مليح تنسجموا وخليتهم على جهه. ومن بعد جبت البياض درت له قرصه تاع الملح ومغرفه صغيره تاع الخل، وضفت 3 مغارف سكر على 3 مرات. لازم تطلعوه مليح، شوفوا ممكن نقلب البول هو ما يطيحش. ومن بعد درت منه 2 مغارف هذاك الخليط تاع الصفار باش نخفوه كي نزيدو فوق البياض ما يطيحليش. كملت دخلت البياض في هذا الخليط حتى ما ولاوش عندي كامل هذوك لي مغسول الكبار تاع البياض البيض، وفرغته في سنيوه درت فيها بابي كويسون ودهنتها بالزيت. مشيت البسكويت ديالي كامل في سنيوه وخبطته شويه باش يجيني كامل متساوي، ودخلته الفوق على 170 درجه، احسبوا له 10 دقائق وخرجوه من الفوق. غلفوه كامل بابي كويسون ونجوزو لا كريم اللي فيها كاس شونتيي، كاس غير ربع تاع حليب، نص كاس كريم فريش. طلعتهم شويه ومن بعد زدت لهم 2 حبات فروماج ما يكونش مالح، خليت لا كريم ديالي تكمل تطلع. غلفت البلون بالبابي فيلم وحطيت البسكويت، مسحته كامل بالفوغاج تاع الفرامبواز وزدت فوقه لا كريم. ديروا ان كوش رقيقه باش كي تروليو الغولي ديالكم ما تخرجلكمش من الاطراف. روليتو غلفتو بالبابي فيلم ودرتو في الكونجيلاتور مينيموم ساعه باش تقدروا تقطعوه. انا حسبت 3 سنتيمتر وقطعت. زينوهم من الفوق بدي غوزاز وشويه لي زامون دي فيلي. من زينها وصفه اليوم وما كاين غير ماما اللي تعرف لها.